إمتى أقدر أقول أنا عندي مشكلة نفسية ومحتاج دلوقتي إني أتكلم مع متخصص؟ لو لقيت نفسي بتصرف تصرف من التصرفات اللي هنقولها دي، يبقى لقيت نفسي إني مع أي مشكلة أو أي أزمة بتواجهني عندي حاجة اسمها اضطرابات الأكل. باكل كتير جدا أو باكل قليل جدا. لو لقيتني بنام كتير جدا أو بنام قليل، وده اسمه اضطراب النوم. لو بقيت بعد أي مشكلة أو مع أي مشكلة بنعزل عن الناس، مش قادر إني أنا أمارس أنشطتي اليومية، يعني مش قادر أدرس، مش قادر أشتغل، مش قادر أتعامل مع الناس، ما عنديش القدرة إني أنفذ مهامي اليومية اللي أنا متعود إن أنا بعملها في الطبيعي. لو بحس بغضب شديد مع أي موقف، حتى لو الموقف ده صغير، لو حاسس بيأس وإحباط، لو حسيت ان مع تكرار المشاكل او من ضغط المشاكل انا بقيت طول الوقت حاسس بتوتر، بقيت بنسى كتير، بقى عندي اوهام مختلفة، بقى مزاجي متقلب، بصور لأتفه الأسباب أو بفرح لأتفه الأسباب. كل دي أمور بتبين لي إني أنا عندي مشكلة نفسية. مش لازم تكون المشكلة سببها المشكلة الحالية اللي أنا بمر بيها، ممكن يكون مشكلة نتيجة تراكمات. في الوقت ده أنا لازم أستشير حد، أتكلم مع متخصص. دمتم بحب.